السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. فانا هقف عند سيف فاروق جعفر، يعني هقف عند حاجه خدته فيها القلم مدوي، وكان قلم زي قلم محمد صبحي كده لما مصر كلها طلعت اتكلمت على ان صبحي خلاص في النادي الاهلي، وصبحي طلع لهم من الساحره النافذه السحريه كده في نادي الزمالك وموجود في نادي الزمالك. هروح الاول قبل ما استرسل في كلامي وقبل ما ارد اشوف بعض الناس اللي اتكلمت على ان سيف جعفر مش في نادي الزمالك، ونرجع نكمل مع حضراتكم. قول يا ستموني قول يا حلو بالك لبتك اول ما جابت قشرتك يا عيني تحرم عليا محبتك وراح اتوب عن سكتك. يا سلام القلب منك مليان جفا والصبر من قلبي اتنفى وضاع معاك كل الصفا ضيعته بعندك يا قفا يا قفا على عيونكم. يعني ده بعض ده، يعني ده جزء من كل. والله انا قلت للزملاء يعني كفايه ما تعرضوش بقيه الناس، لاني كان قعدنا اسبوع كل البرامج بكل الناس ما بتتكلمش غير على سيف فاروق جعفر، يوسف اسامه نبيه، هو ما فيش حاجه وسيف مضى وسيف ما مضاش، وادي سيف فاروق جعفر النهارده مع رئيس النادي بمنتهى الادب والشياكه والاحترام والرقي بيمضي النادي الزمالك. فقولا واحدا سيف فاروق جعفر في نادي الزمالك. مضى مضى في نادي الزمالك. انت بتكذب ليه يا عم انت؟ بيكذب. ده بيكذب؟ ومش عيب ان الجواسيس والخونه اتطردوا، فمحدش عارف يطلع دلوقتي بمعلومه او عارف يطلع بحاجه صح على نادي الزمالك، لان حنفيه دي اتقفلت والناس اللي كانت بتعمل كده اتبترت، فمش هتعرف تقول خبر، فغصب عنك اوتوماتيك هتطلع تهرتل، هتطلع تكذب، هتطلع تهري، هتطلع تقول اي اخبار فيك. مش هتعرف في نادي الزمالك تخترق المنظومه. انت بتهزر يا ابني، هي زريبه يا حبيبي، هي زريبه دي، انت متخلف يا ابني. انت ما يفتكرش الوضع ده اللي بقوله لحضرتك. كنت موجود في النادي في مكتب المستشار، وبعدين دخلت عليه والدته بتقول له انه عايزين يعملوه اعاره وده هيبقى في خارج القاهره، وانا مش قادره، ما اقدرش انا كأم، ده ما عنديش غيره، ما عنديش، والله العظيم هذا حدث. قال لها طب خلاص ما تشغليش بالك وانا هتصرف، وفعلا ابقى على سيف ويبقى موجود. هو كان هيطلع عرض السنه اللي فاتت. مين يا كابتن خالد؟ مين يا كابتن خالد؟ الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ طيب يا سيدي شكرا كفايه. مين يا كابتن خالد؟ رئيس نادي بيقول للعيب هجيب لك الشبكه بتاعتك من عندي. يعني عايز اقول ايه؟ سيف من وجهه نظري انا انتحر كرويا، يعني انتحر كرويا وانتهى قبل ان يبدا. يا سلام سلم على مخك البلالان يا بحر العلم يا ترعه المفهوميه. من يومين اللقاء ده في حد ذاته خلاص كده بقى المستشار مرتضى منصور بره الموضوع، واداره نادي الزمالك بقت بره الموضوع. ليه؟ لان هو سيف ظهر وصوتا وصوره وقال انا في نادي الزمالك، كده بقى العلاقه بينه وبين الجمهور. هو سيف اتكلم في الفيديو ده؟ الحساب بينه وبين الجمهور ولا لا؟ ما هو يا كابتن الكلام بيتقال يعني. الكلام حتى يعني بيتقال قدامه في كل الاحوال. هو ما كانش يقعد اساسا يعني موافق. انت ليه عملت الفيديو ده؟ يعني انت قول السؤال تاني. وحضرت القصه كمان قدام عيني. حازم بيقول له وحياه ولادك اصبر شويه على تقديم البلاغ، فصبر وسكت واجل. ليه؟ لان حازم كان عنده امل انه اللعيب هيتوقف، هو طبعا فاهم، يعني هو كراجل فاهم لوائح هيتوقف، وممكن جدا يتحاسب قانونا، وممكن جدا يتعرض لمساءله قانونيه، يعني يدخل في موضوعات. انت بتهزر يا ابني، هي زريبه يا حبيبي، هي زريبه دي، انت متخلف يا ابني. سببين ايه هما؟ نمره واحد انه ممكن يكون امتداد لفاروق جعفر في كرة القدم كلاعب كوره. سيف فاروق جعفر. والحاجه الثانيه هو يعلم جيدا مستواه. سيف جعفر بكل اللي حصل ده يا كابتن، لما تيجي تحسب عمل ايه؟ ما عملش حاجه، ده عنده 24 سنه. هو كان من المفترض ان الامل في تجديده انه يبدا
بالظبط يحط رجله يا كابتن عنده 24 سنه، اللي في سنه يعني في ابوه وهو صغير كان 19 سنه، كان اساسي منتخب مصر. صحيح. وكان يعني بكل المقاييس الحقيقه اداره نادي الزمالك بره الموضوع دلوقتي، العلاقه صارت ما بين سيف وجماهير نادي الزمالك. يا دين النبي ايه الحلاوه دي؟ عظمه على عظمه يا ست. ولا شتمته؟ انا قلت له كلمتين. موضوع السيف ما دام ما جابش العقود ورجع وسرقهم من الاداري من غير ما ياخد باله، قلت لك اعتبر الموضوع ايه؟ منتهي. ما تزرر قميصك يا صلاح، الدنيا مش حر للدرجه دي. الجو منعش وجميل، انا في غايه السعاده. وطي صوتك. وانا مستنيك بكره مع والدتك ان شاء الله. شرف ومبروك، الف مبروك، وان شاء الله هنشوفك بقى. انا بقول لك الموسم ده احسن من اللي فات 100 مره ان شاء الله، لانك انت اندعكت الموسم دون واتودكت من اللعبه مع الكبار، ووضع طبيعي. واحد اللي بيبقى طالع من الناشئين يا جماعه، يعني شوفوا نيمار لما اول ما طلع، حسام اول ما طلع، طارق اول ما طلع، يعني الناس دي الولاد دول اول ما يطلعوا برضو في رهبه، فريق اول وجمهور والكلام ده كله. دول بقلشوني. ده كان تقرير للمستشار مرتضى منصور الجديد والقديم. سيف هو قاعد بيستمع للمستشار مرتضى منصور بعد ما اتفق على كل شيء ومضى في وجود وكيله، ثم فجأة كان ماضي في بيراميدز من قبليها، تراجع سيف عن تنفيذ بنود التعاقد. في النهاية مع كل الاحترام والتقدير يعني خلاص نادي الزمالك ما بيقفش على لاعب ابدا ابدا ابدا. سيف مواليد 99، عنده 24 سنه، حتى الان لم يثبت ذاته. ما تقلوش قوي في الاكل يا ولاد علشان تقدروا تلعبوا الماتش. تضحك على ايه؟ لا اكيد حضرتك بتقول دعابه طبعا. حضرتك جاي تعز ولا جاي تهرج؟ انا جاي اهرج. اتقدم. معلش يا دكتور، يظهر تعب فجأة. اتفضل اسحبه على بره. راجل مسخرة اللي فاتت. ما لحقناش نعدي. هو زعلني بس.